السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى كده نخرج برا كده ونغير جو واوريكم الأجواء في مدينتي. أول مرة أروح مدينتي فحبيت إن أنا أصور معاكم كده وأنقل لكم الصورة كاملة. شايفين الدخلة بتاعت البوابة قد ايه جميلة ونظيفة؟ شايفين قد ارن عليه يا ايه حسام. كمية الخضرة؟ بصوا الأرضيات فل يا ارن جماعة له. بصراحة. ما شاء الله ما شاء الله، فعلا مدينة عالمية على أرض مصرية. تعالوا كده بقى ايه ندخل. انا حبيت ابدأ لكم من بره خالص. تعالوا ندخل على جوه كده واوريكم بقى البوابة، واوريكم بقى الشلال والحاجات اللي احنا كنا دايما بنتفرج عليها دي. فتعالوا كده قضوا معايا الدقايق دي في دخلة مدينتي. مبدئيا هو المدخل واسع جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وطبعا في ممر للدخول وممر للخروج. تعالوا كده نقرب كده شوية ونشوف بقى. أول ما بنقرب من البوابة الكبيرة جدا العملاقة دي، تحسوا كده ان انتوا دخلتوا مثلا في العصور الوسطى كده. البوابة متصممة او الديزاين بتاعها كأنها حاجة قديمة زي ما هتشوفوا. وطبعا بتقابلك النافورة دي كده وانت داخلة والشلال، فبيدي دخلة حلوة جدا للمدينة. مدينتي مدينة كبيرة جدا، بلد يعني. هي مش قرية، مش بلد صغيرة، لا ده هي مدينة كبيرة جدا. ومن جوه كمان ممكن ما تجيبيش اخرها مهما لفيتي فيها. انا بس الدخلة بتاعت مدينتي وشوية كده من الشوارع البسيطة كده فيها نقلتها لكم، لكن في حاجات جوه كمان احلى واحلى. دي النافورة اللي انا بحكي لكم عنها، بصوا قد ايه جميلة. وطبعا مع صوت المية، مع صوت المية بتاعت الشلال رهيبة. ولسه بقى خليكم معايا، اوعوا تقفلوا، لسه في جوه منظر احلى واحلى هوريهولكوا دلوقتي. بس انا بصوا كنت مبسوطة جدا وحبيت ان انا امشي على رجلي علشان اصور لكم الجزء ده. فتقديرا بقى كده لمجهود اختكم، حطوا لايك وياريت تشتركوا في القناة. انا ملاحظة ان في ناس كتير جدا جدا متابعة القناة ومش عاملة اشتراك، وده ظاهر عندي في الاحصائيات. فاتمنى منكم ان انتوا تحطوا لايك وتنزلوا تشتركوا من الزرار الاحمر اللي تحت، تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس على الكل. بصوا بقى انا هسكت بقى علشان تسمعوا صوت المية مع صوت كده الهدوء. طبعا انتوا عارفين ان في مدينتي الكلاكسات ممنوعة، يعني طول ما انتوا جوه مدينتي مفيش كلاكس. كل الطرق هادية، دوب تسمعي بس العربية وهي معدية بهدوء كده من جنبك. وكله بقى طبعا مراعي حارته، مراعي المسافة بينه وبين التاني، فمش محتاجين ان شاء الله للكلاكس. وربنا يحفظ الجميع. هسكت بقى واسمعوا بقى كده الدخلة، واسمعوا الأجواء والهدوء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلها، اللهم أمين يا رب. مصر جميلة يا جماعة. الله. اتفرجوا بقى معايا على الجزء ده. الجزء ده أنا كنت في الجنب في أقصى اليمين، حبيت إن أنا أعدي الطريق علشان تتفرجوا معايا. أنا بحب لما أشوف حاجة حلوة أشارك خواتي وحبايبي بيها. اتفرجوا يا جماعة على مدخل المدينة وجماله. بصوا بقى المية دي، برضو هسكت اسمعوا بقى صوت المية مع صوت الهواء والهدوء. بس شوفوا الجمال، شوفوا الزلط اللي حاطينه في الأرضية، شوفوا المية اللي نازلة من البوابات دي، منظرها خرافي. الكاميرا ظلمة جدا على الطبيعة، حاجة تانية.
عاوزة اقول لكم التوقيت ده كان الشمس جامدة جدا، بس من جمال المكان ومن جمال صوت المية، انا بحب صوت المية جدا جدا، الخرير ده بقيت عايزة انقل لكم كل لقطته. يعني احنا ركننا وانا لا، انا مصممة ان انا امشي على رجلي عشان اعرف ابين لكم التفاصيل دي. التفاصيل دي كلها بالعربية بتبان في دقيقة كده، لكن بصوا جمال، بصوا السلالم اللي عاملينها دي. طبعا اكيد في ناس راحت مدينتي بدل مرة الف، لكن انا بالنسبة لي علشان اول مرة يمكن عشان كده انبهرت بشكل دخلة المدينة يعني ما شاء الله الواحد كان بينبهر بدخلة اسكندرية. دلوقتي يعني بصراحة لا، فرق رهيب رهيب رهيب. طبعا اسكندرية مدينة ساحلية وجميلة جدا جدا، انا بتكلم بس في الدخلة بتاعت المكان. بصوا الارضيات اصلا يا جماعة، بصوا النظافة، حاجة فعلا تشرف اي حد برا مصر. ينبسط جدا جدا لو نزل وزار مدينتي او قعد فيها شوية، حلوة جدا. وجوه كمان في مول كبير اللي هو الاوبن اير، رهيب رهيب رهيب. ان شاء الله احاول اعمله لكم فيديو لوحده، لان انا مش حابه ان الفيديو بتاع الدخله ده يكون اطول من كده. انا بس حبيت اللقطتين دول كده انزلهم معاكم وافرجه لكم كده وتشوفوا كده تعيشوا معايا اللحظه دي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هننقل دلوقتي برضو على المدينه من جوه، هوريكم بقى الخلفيه بتاعت الشلالات دي برضو عامله ازاي. احنا قلنا ان البوابه دي للداخل، والبوابه اللي قصادها على الشمال دي اللي خارج بره مدينتي، فهوريها لكم برضو. بصوا بقى الدخله دي ولا الممر ده، في فوق كده زي مكان معرفش بصراحه ده بتاع ايه، ممكن استعلانات، ممكن خدمات او حاجه زي كده. تحفه جدا. هنا كنا جوه كده وكان في شويه شجر حلوين كده وشويه نخل، حبيت ان انا اصورهم برضو معاكم. وهنا بقينا في الشمال في البوابه بقى اللي هي بتاعه الخروج. تحسوا انهم لموا الخضره اللي في مصر كلها ووزعوها في مدينتي. تعالوا بقى اوريكم الشجرة اللي كانت منتشرة جدا في مدينتي. بصراحة معرفتش اسمها ايه، بس هي شجرة كده بتطلع الورد الموف ده. بصوا يا جماعة، بصوا الجمال، بصوا كمية الزرع قد ايه، يعني رهيبة. وطبعا انا كل ده يا جماعة، كل اللي احنا ماشيين فيه ده هو مدخل المدينة، مدخل المدينة من بره خالص. وهنا ده كده كان مسجد حلو قوي كمان، يعني عرفت ان مش ده المسجد الرئيسي او مش ده المسجد الكبير، في احلى من كده. بس طبعا زي ما قلت لكم المدينه واسعه جدا وكبيره، فقلت بقى ايه ندخل نصلي. فصليت ما شاء الله، صليت ظهر وعصر جامع وقصر، عشان مسافة كبيرة جدا، 200 وشوية كيلو، تقريبا 210 كيلو ما بين بيتي وبين مدينتي، فالمسافة دي تسمح بالجامع والقصر، فصليت فيه. طبعا هنا سمعت صوت غريب كده، وهو صوت حد عطى كلاكس، وده كان الكلاكس الوحيد اللي سمعته. وده المسجد من جوه، تحفة يا جماعة، ونضيف جدا جدا، ريحته جميلة. كمان كان في درس علم تحت،
في المسجد من تحت، في اللي هو عند الرجالة، وكان في صوت شيخ بيسمع قرآن لأطفال، فكانت أجواء حلوة قوي. فقعدت شوية كده وبعد كده نزلت بعد ما صليت يعني. بس برضو حبيت اوريهولكم من جوه. بصوا جميل ازاي ونضيف قوي قوي. تعالوا بقى اوريكم شكل بقى العمارات، شكل المباني في مدينتي. كل مجموعة كده، هو كل المباني شبه بعضها، يعني لدرجة ان انا قلت انا ممكن اتوه هنا. الشوارع كلها قريبة قوي في الشكل من بعض. الميادين اللي هي كده زي ما انتم شايفين دي، كل شوية ميدان زي ده. شوارع واسعة، العمارات قريبة قوي قوي في الشكل من بعضها. بجد روعة روعة. طبعا هتقولوا لي انت جايه تعملي ايه في مدينتي يا ايمان؟ هتنقلي طبعا اكيد في مدينتي. اكيد اتمنى، طبعا اكيد اتمنى ان انا فعلا اسكن في مدينة هادية وشيك وراقية بالشكل ده. ولكن لا، انا كنت في زيارة عند حد من اصدقاء جوزي، بينهم شغل يعني. وبصراحة ما ندمتش ابدا ابدا ان انا اروح المشوار الطويل ده. وبجد حاجة يعني اتمنى انها تتكرر تاني. ولو اتكررت تاني ان شاء الله هصور لكم بقى المول، وهصور لكم حاجات كده جوه بجد في منتهى الجمال. بصوا، بصوا هنا تحسوا ان شكل العمارات اختلف شوية. وكمان دلوقتي عرفت ان في مكان كبير يعني مدينتي دي بتتوسع على طول يا جماعة. آه، في البداية ما كانتش كبيرة كده، بدأ يعني زي ما يكون في بيعملوا زحف عمراني كده، يمهدوا الأرض ويبنوا مباني جديدة. وطبعا بينزل كل مجموعة بتتبنى بينزل لها طرح جديد كل فترة. فالشقق طبعا أسعارها غالية برضو جدا، مش رخيصة. وهنا الفلل ب70 وب80 مليون، وفي حاجات بتتخطى ال100 مليون. واحنا ماشيين كده في الجزء بتاع الفلل، شفنا فلل كتير جدا لمشاهير زي محمد صلاح وناس كده. فلا يا جماعة، مكان رهيب. بصوا هنا النفق اصلا جميل ازاي. هي دي كده مقتطفات بسيطة كده، يا رب تكون عجبتكم وما كنش طولت عليكم. مع السلامة، باي باي.